هذا راكم تشوفوا في الصور هنا للمجلس الأعلى للأمن الذي انعقد اليوم. مجلس أعلى للأمن، تخيلوا مجلس أعلى للأمن، رغم أنه تبون يعني راهو في الحملة الانتخابية. من المفروض أنه لا يكون على رأس مجلس أعلى للأمن، وأنه المجلس الأعلى للأمن يكون بعد انتهاء الحملة الانتخابية. من المفروض أنه اليوم يقوم بتصريف الأعمال فقط، إلى غاية أنه ينتخب لعهدة ثانية لو كانت انتخابات يعني شرعية، أو يعني شخص آخر يفوز بالانتخابات. لكن بحكم أننا في مزبلة، هذا ما يحدث، لا دولة لا أي شيء. هذا ما يحدث اليوم في الجزائر، أنه الرئيس المعين عبد المجيد تبون على رأس مجلس أعلى للأمن. أنت تقول مجلس أعلى للأمن، أكيد على التطورات في ليبيا، أكيد على ما يحدث في شمال مالي، أكيد على القضايا المرتبطة بالمنطقة، التطورات الأخيرة، الأمن القومي للجزائر. تقول هذا هو السبب. لكن المشكل أنه قبلها بدقائق قضية عالجتها محكمة الإنسان اليوم، وتتعلق بتفكيك شبكة تخابر وتجسس بغرض المساس بأمن الدولة بتاريخ 24 أوت 2024 صباحا، وبعد ورود معلومات لمصالح الأمن المختصة حول تحركات شخص مشبوه من جنسية مغربية بوسط مدينة تلمسان. تم إخطار نيابة الجمهورية بذلك، وأمرنا بفتح تحقيق ابتدائي، وبعد استجواب المعني تبين أنه يعمل ضمن شبكة تجسس وتخابر تعمل لصالح جهات أجنبية رفقة رعايا مغاربة وكذا جزائريين. المضحكات المبكيات. شخص جاء مغربي، ما على باليش اصلا واش جابوا المزبله هذه الكبرى، راح يتجول في تلمسان. ممكن يشري هذاك الكعك تاعهم، ولا والله ما على بالي ما وش هو السبب تاع وجوده في ولايه تلمسان صراحه. راح انا بعد نولي نقول ربما راهو يتخابر مع زيمبابوي. هذا المغربي كان يتجول في شوارع تلمسان. حسب وكيل الجمهوريه في محكمه تلمسان انه مواطن مغربي يتجول في ولايه تلمسان جاء باش يتخابر ضد الجزائر الجديده، وجاء باش يتجسس. تتقول ولايه تلمسان اكيد فيها برنامج نووي، فيها مفاعلات نوويه، فيها شركات عندها اسرار تكنولوجيه ممكن انه يتحصلوا عليها الاعداء. ممكن انه المغرب هذا يسرق منا الاسرار هذه ويصير بلد متطور، يصير ثالث اقتصاد في العالم كما احنا على سبيل المثال. لكن احنا ما عندناش اقتصاد، ما عندناش وزن، ما عندنا هيبه، ما عندنا مواقف، ما عندنا برامج نوويه، ما عندنا صناعه عسكريه، ما عندنا اي شيء. على وش جاي يتجسس المغربي هذا بمنطق النظام الجزائري؟ تخيلوا انه هذا الفيلم الرديء على جالو انعقد مجلس اعلى للامن. راني جايكم، رانا اسمع هذا الانتاج يا اخي. كيما دركا ما على باليش انت تروح عند مخرج، تروح سبيلبرغ، تقول بانه سبيلبرغ انتج الفيلم الفلاني، الفيلم الفلاني تسمى سبيلبرغ عنده الماضي تاعو في الانتاج والامور اللي انتجها. احنا نشوفوا النظام الجزائري بحكم انهم عندهم سوابق في القضايا هذه. ما هو يعني الانتاج السينما عفوا المخابراتي للنظام الجزائري؟ هادو الناس هما نفسهم عفوا استسمحكم اكدوا لي فقط اذا الصوت مليح، يعني بعض الاحيان يحطوا لي التعليقات هذيك على اساس انه هناك اشكاليه في الصوت. راهم النظام الجزائري هو نفسه مخرج صاحب هذا الشخص اللي تشوفه في الصورة هو إرهابي. هنا راهو بصدد الاعتراف بجرائم ضد الدولة الجزائرية. هذا الشخص حسب النظام الجزائري قالوا لنا بأنه حاول إدخال أسلحة من فرنسا، ومرة عبر ميناء مارسيليا ودخل أسلحة، لكن المخابرات الجزائرية قبضت عليه. هذا الشخص الضاحك هذا صاحب الضحكة الأسطورية هذه. دونك الناس اللي خرجوا لنا الفيلم هذا هما نفسهم الناس اللي خرجوا اليوم الفيلم هذا. المسرحية هذه رديئة الإخراج. نزيدوا نسمعوا شوية تفاصيل مع بعضنا. قضية عالجتها محكمة تلمسان اليوم،
وتتعلق بتفكيك شبكة تخابر وتجسس بغرض المساس بأمن الدولة بتاريخ 24 أوت 2024 صباحا، في إطار محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وبعد ورود معلومات لمصالح الأمن المختصة حول تحركات شخص مشبوه من جنسية مغربية بوسط مدينة تلمسان، تم إخطار نيابة الجمهورية بذلك وأمرنا سبحان الله. تمن مغرب هذا المخابرات المغربية اللي درك نتكلموا عليها بعثت مهاجر أولا غير شرعي حتى يتجسس على القوة الضاربة في تلمسان، وهذا المهاجر غير الشرعي عنده تحركات مريبة في وسط مدينة تلمسان. تسمى هذا عميل. تعرفوا بأنه العملاء في العالم كله يكونوا ناس قادرين يكونوا من أبناء البلد نفسه، قادرين يكونوا ناس بجنسيات مختلفة، مش راح يبعث لك مغربي وزيد هذا المغربي عنده تصرفات مشبوهة يعني مفضوح، والقوة الضاربة كانت تراقب. تما هو كي شاف الشرطة بدا يدير التحركات المشبوه. يعني كش واحد يصدق السيناريو، مع العلم انه المخابرات المغربية، نشوفوا برك الماضي تاع المخابرات المغربية في قضية مرتبطة بالجزائر. المغرب يرفع دعوى أمام المحكمة الجنائية في باريس. الحكومة المغربية وفور انتشار تقارير عن استخدامها برنامج بيجاسوس التجسسي سارعت إلى نفي امتلاكها برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة اتصال، وقد كان من بين الدول التي تهمت بالتجسس عليها فرنسا والجزائر. صحيفة لوموند الفرنسية أكدت أن تحقيق منظمتي فوربيدن سول. وهنا يتكلموا على صحيفة لوموند اللي تكلمت على أنه بطبيعة الحال المملكة المغربية تجسست عبر برنامج بيغاسوس، وهو الأمر المتعامل به في كل البلدان التي تحترم نفسها. على كل حال أجهزة المخابرات بطبيعة الحال كان نفي مغربي هذا الأمر دبلوماسيا أمر طبيعي، لكن هذا البلد على الأقل نقولوا بأن المغرب متهم بأنه استعمل برنامج بيغاسوس. حتى تخيلوا بأنه تجسوا على إيمانويل ماكرون شخصيا، إيمانويل ماكرون شخصيا، بيدرو سانشيز، أشخاص في الحكومة الجزائرية، شنقريحة، تبون كانوا في القائمة. الآن إذا صح أم لا هذه القضية تبقى، لكنهم وردوا في القائمة. وأصلا وقتها كان بيان من الخارجية الجزائرية لما كان رمطان العمامرة على رأس وزارة الخارجية، وفي بيان لها على برنامج التجسس بيغاسوس، أين أدانت الجزائر بشدة هذا الاعتداء الممنهج والمرفوض على حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والذي يشكل. دونك النظام الجزائري كان يبكي ويقول لك انه تجسوا علينا بيغاسوس. تمنى هادو اللي يستعملوا برمجيات. المغرب اليوم راح يحصل على قمرين صناعيين من الاكثر تطورا في العالم في ميدان الجوسة، سبب في الازمه الصامته اللي تكلمت عليها المره الماضيه بين المغرب واسبانيا، لانه فيه توترات. اسبانيا ترى بنوع من الريبه حصول المغرب على هذا النوع من الاقمار الصناعيه الاسرائيليه. واصلا من قبل المغرب عنده اقمار صناعيه فرنسيه، من اجل هما يقول لك من اجل المراقبه، هي بطبيعه الحال من اجل الجوسسه. هذا امر طبيعي. تسمى هادو الناس اللي عندهم اقمار صناعيه، هادو الناس اللي عندهم برنامج بيغاسوس، دركا ولاو يبعثوا مهاجر غير شرعي تلمسان، وهذا المهاجر غير الشرعي عنده تصرفات مريبه باش يتجسس على القوه الضاربه. واش كاين في تلمسان؟ اصلا لو كان في الجزائر العاصمه ممكن سيدي نقولوا وزاره الدفاع وكذا ممكن. تلمسان وش فيها؟ الصوت اكدوا لي دائما على الصوت خصوصا، والصوره اذا ما فيهمش اشكال. في بعض الاحيان هناك يعني تشويش على التعليقات. وش فيها تلمسان هذه حتى يتجسوا عليها الناس؟ يعني روايه لا يصدقها عاقل في اي بقعويه الاستهلاك الداخلي. ظنوا انه من غرائب الصدف انه تاتي القضيه هذه في ساعات قبل الرئاسيات، قبل المهزله الانتخابيه هذه. درك على اساس راهم يتامروا علينا، روحوا انتخبوا، لابد من الوحده، وراهم يتربصوا بين الاعداء. لكن على الاقل ديروا روايه يصدقها عاقل.